السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده فيديو شتوي حلو جدا بقى من اكلات الشتاء الحلوة كده، نفتكر بيها كده ذكريات اكلاتنا الحلوة. هنعمل النهارده سبانخ حلوة جدا بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة واهم حاجة في السبانخ عندنا ان احنا ننضفها كويس جدا ونغسلها كويس جدا جدا جدا، لان السبانخ من الحاجات اللي يبقى فيها طين كتير كده وتراب وبتبقى مش نظيفة خالص. فاهم حاجة عندنا الغسيل بتاعها كويس جدا. ودي بقى مكونات أكلتنا النهاردة كاملة متكاملة. معانا اللحمة طبعا، السبانخ يعني لازم لحمة، شوربة لحمة، ومعانا الطماطم، ومعانا طبعا البصل والثوم، ومعانا الرز، ومعانا السبانخ بتاعتنا. البصل أنا ما بحطش على السبانخ بصل، مش هنحط عليها بصل النهاردة، هنعملها خفيفة خالص. البصل ده للحمة. غسلنا السبانخ حلو، نضفناها كويس جدا وغسلناها كويس ونقعناها كده في مية مدة طويلة كده، وغسلناها أكتر من مرة. وبرده هنرجع نغسلها تاني بعد ما نخرطها، مفيش مشكلة خالص. اول حاجه معانا بقى هنجيب تشويحه اللحمه كده، نحط معلقه سمنه بلدي حلوه، وهننزل عليها بقطع اللحمه بتاعتنا، نديها تشويحه كده. التشويحه دي بتدي للحمه طعم حلو، وبتدينا شوربه طعمها حلو كده وقوامها حلو قوي، بتبقى دسمه شويه. بالذات لو هنحط شوربه في الطبيخ بتاعنا وكده، لازم تكون الشوربه تكون دسمه شويه. هنشوح بقى اللحمه بتاعتنا، هنقلبها كده، نحمرها من ناحيتين ونستنى لحد ما تشرب كل السوائل اللي هتنزلها، ميبقاش فيها اي سوائل خالص. ده بنضمن التسويه بتاعه اللحمه بتكون سريعه، وكمان بتدينا طعم حلو للحمه وبتدينا شوربه حلوه جدا. يعني كمان مش هنحط عليها اي توابل النهارده خالص، اكلنا خفيف وبسيط ما فيهوش اي توابل. بص نزلت بقى الميه بتاعتها كلها اهي. هحط لها بصلايه وطماطميه، شويه فلفل حب كده، مع ربع معلقه من الفلفل المطحون. انا مش عايزه الشوربه بتاعتي تكون غامقه، فانا استبدلت وحطيت حطيت الفلفل الحصى. وهاشوّحها كده تشويحة حلوة لحد ما شربت بقى كل السوائل اللي نزّلتها، ما سابتليش غير الدهون الحلوة دي. وهانزل بقى عليها بالمَيّة بتاعتي تعمل لي شوية شوربة حلوين عشان أكمّل بيهم الأكلة بتاعتي. كده خلاص هنركن اللحمة على جنب ونسيبها تكمّل التسوية بتاعتها، وهي كده زي الفل. هنحط بس في نُص التسوية كده، هنحط معلقة الملح بتاعتنا عشان نضبط الطعم بتاعها. هنيجي بقى للسبانخ بتاعنا اللي هي الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده. معايا كده قطعة من الدهون اللي كانت في اللحمة، هاحطها كده لحد ما تسلق كل الدهون اللي فيها، وهانزل عليها كده بمعلقة من السمنة البلدي. طبعًا دي طريقة أمهاتنا كلنا في الأكل، مش هنعمل فيها أي افتكاسات. بالذات الحاجات اللي هي الأساسيات بتاع الطبيخ والحاجات دي، ما بنحبش نفتكس فيها ولا نحط أي حاجة زيادة فيها. هانزل كده بمعلقة كويسة كده كبيرة من التوم المفروم، سواء توم فريش أو توم من الفريزر، ما فيش أي مشكلة فيه. ومش هنحط بصل في السبانخ بتاعتنا النهارده، وجربوها من غير بصل، جربوها بالتوم بس، هتلاقوا طعم عمركم في حياتكم ما هتنسوه. طعمها حلو أوي من غير البصل، ومميزة جدًا، والريحة بتاعتها بتجيب آخر الشارع. وفي المرحلة دي تحميرة البصل مع قطعة الدهون دي مع معلقة السمنة، مش قادرة أقول لكم طبعًا، أنتم متخيلين الريحة عاملة إزاي. ريحتها حلوة جدًا. مجرد ما التومة عندي بتصفر كده، باقوم نازلة عليها بالطماطم بتاعتي ومغطية على طول، علشان تكتم الريحة بتاعة التوم الحلوة دي. هاجيب بقى السبانخ بتاعتي بعد ما غسلتها كويس، هاخرّطها كده أي تقطيع عشوائي، يعني هنقطّعها تقطيع عشوائي عادي، ما فيش أي مشكلة فيها، هي أصلًا أمّا بتستوي ما بتبانش التقطيعة بتاعتها. هننزل كده نقطّعها كويس جدًا، الكمية بتاعتنا بقى كلّها. وشوفوا السبانخ أصلًا لسه طالعة جديد فريش أوي وخضرا، والخضار بتاعها ناصع، بصوا يا جماعة اللون. بعد ما خرطتها كلها بقى خلاص، جبتها برضه حطيتها كده في المصفى، وقعدت أغسل فيها تحت الحنفية برضه فترة كده، لحد ما لقيت المَيّة بتاعتها بقت بيضا خالص، ما فيهاش أي رواسب ولا أي شوائب خالص. كده عندي أنا الطماطم بتاعتي أهي اتسبكت كويس جدًا وبقت حلوة، والريحة بتاعتها بقى خطيرة يا جماعة، الريحة بتاعتها حلوة جدًا. هانزل بقى عليها بالسبانخ بتاعتي. في عندِك اختيارين للسبانخ، لو يعني السبانخ بتاعتي بيبقى فيها حديد كتير جدًا، لو حد بيتعب منها ممكن باغلي مَيّة وباحط فيها السبانخ دي تاخد غلوة واحدة بس، وباطلّعها باقوم مصفياها وحاطاها في الطماطم بالصلصة بتاعتها. ما عندكوش أي مشكلة منها عشان تستفيدوا بكل القيمة الغذائية، بنحطها زي ما هي كده فريش في الصلصة بتاعتها. وما تقلقوش خالص، هي بتبقى باينة الأول كده إن هي مش باين فيها الصلصة ولا باين فيها أي حاجة، بتبقى كتير وهايشة كده. دقايق يعني دقيقة واحدة وبتلاقوها الكمية دي كلها نزلت وبقت الكمية صغيرة، والصلصة بتاعتها بانت واتسبكت وبقت حاجة في منتهى الجمال. هنقلبها كده
السبانخ بتاعتنا من الحاجات اللي فيها قيمة غذائية رهيبة، يعني من أكتر الخضار يعني تقريبًا اللي فيه قيمة غذائية عالية. الخضار فيه قيمة غذائية كبيرة، بس السبانخ تعتبر من أكبر القيمة الغذائية. أي حد عنده نقص في الحديد، أي حد عنده أنيميا، الحاجات دي كلها السبانخ ما شاء الله عليها يعني بتدّينا power حلو، بتدّينا نتيجة حلوة جدًا من الحديد بتزوّد الهيموجلوبين في الدم كتير طبعًا. هنقلّب بقى كده السبانخ بتاعتنا، بُصّوا بدأت تنزل إزاي، بدأت السبانخ بتاعتنا حجمها يقِل، وبدأت الصلصة بتاعتنا تبان، وكل شوية هتنزل أكتر وأكتر. هندّيها كده تقليبة حلوة لحد ما نلاقيها إن هي خلاص هبطت خالص، وبقت خلاص الصلصة بتاعتنا باينة زي الشكل ده كده. هنسيبها بقى نغطّي عليها ونسيبها تاخد غلوتين كده على نار عالية، وبعد كده هنهدّي عليها النار تتسبّك براحتها كده وتستوي وتبقى زي الفل. السبانخ حلوة أوي وطعمها جميل جدًا، وهي كمان لسه فريش كده ولسه جديدة وطالعة كده لسه بشاير حلوة، بيبقى طعمها حلو جدًا. بُصّوا بقى بعد ما بدأت تدخل في التسوية وغليت خلاص ووطّيت عليها النار، هاسيبها بقى لحد ما تتسبِّك وتدّينا بقى كده الصوص حلو كده وتدّينا قوام تقيل شوية. هننزل عليها بقى ببقية الإضافات بتاعتنا. حلوة جدًا ومفيدة بصراحة يعني سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. هي أكتر حاجة فيها مُتعبة بجد فعلًا في السبانخ هي التنضيف بتاعها والغسيل بتاعها، يعني دي أكتر حاجة بتدّيها يعني إيه، تُقل شوية إن الناس تعملها. بُصّوا بعد ما بدأت بقى تتسبِّك كده، بُصّوا بدأت خلاص تتسبِّك معانا كويس، هادّيها كده تقليبة حلوة برضه. هنسيبها برضه، أنا مش ما حطيتش أي مَيّة خالص وما حطيتلهاش أي سوايل خالص. كل اللي أنا هنحطه دلوقتي مع غرفتين كده أو كوباية من الشوربة، ده كل اللي إحنا هنحطه عليها ودي الإضافة اللي إحنا هنحطها عليها. بُصّوا بقى بقت حلوة جدًا والقوام بتاعها بيتقل كده الصلصة بتاعتها بتتسبِّك. هننزل بقى دلوقتي حطينا خلاص ملح كمان كده على اللحمة، وخلاص اللحمة استوت وبقت زي الفل. هناخد بقى منها شوية كده كوباية كده من المرقة الحلوة بتاعتها دي، هنحطها على السبانخ. بُصّوا أصلًا لون الشوربة بتاعتنا عاملة إزاي، لونها حلو جدًا. الطماطماية مع تشويحة اللحمة مع التشويحة اللي بندّيها لها كده والصوص اللي بتنزّله وبينزل عليها المَيّة، بتعمل لنا شوية شوربة زي العسل، حلوة جدًا. هننزل عليها كده بكوبايتين كده من الشوربة أو كوباية على حسب الصوص اللي إحنا عايزينه يعني السُمك بتاعنا. وهنسيبها بقى كمان كده قيمة يعني 10 دقايق على نار هادية كده مع الشوربة، وتطلع لنا بقى بالجمال والحلاوة دي. حاجة كده تحفة يا جماعة، بجد جرّبوا الطريقة دي من غير البصل، هتعجبكم جدًا وطعمها مميز. هتحسّوا إنه في اختلاف عن باقي الخضار اللي إحنا بنعمله. هنيجي بقى نعمل شوية رُز حلوين كده بقى، نحط معلقتين كده البلد الحلوين ونسيبهم يسخنوا. وطبعًا إحنا غاسلين الرُز بتاعنا ونقعينه شوية، أنا بافضّل الرُز دايمًا إن هو يتغسل ويتنقع. هننقعه بقى شوية كده يعني قيمة نُص ساعة والّا حاجة لحد ما نخلّص الأكل بتاعنا. هننزل بالرز بتاعنا على معلقتين السمنة البلدي اللي إحنا حطيناهم دول ومعلقة من الملح، ونشوّحهم كده تشويحة بسيطة، وننزل عليه بالمَيّة ونسيبه يستوي التسوية العادية. مجرد ما يشرب كل المَيّة اللي فيه بنهدّي عليه النار ونسيبه يتشرب كده براحته على نار هادية زي الشمعة كده، بيبقى زي الفل وبيبقى الرز معانا مفلفل مش معجّن خالص. أهم حاجة في الرز إن إحنا ما نزوّدش فيه المَيّة لإن إحنا كمان نقعينه، يا دوب المَيّة تغطي الرز بس. بُصّوا بقى معانا الرز تحفة، وبُصّوا اللمعة اللي فيه المعلقتين السمنة دول بيدّوا له لمعة وريحة وطعم مش قادرة أقول لكم عليه. الرز بتاعنا كمان خلص والسبانخ خلاص بتاعتنا خلصت. في الآخر كده خالص بندّيها رشة ملح ورشة فلفل، ما بنزوّدلهاش الملح لإن السبانخ طبعها إن هي أصلًا فيها حديد عالي، فمش عايزين كمان نزوّد الملح بتاعها. بنحط لها يا دوب بس نُص معلقة صغيرة من الملح مع رشة من الفلفل الأسود تطعّمها كده وندّيها غلوة بسيطة. وده معانا بقى الأكل بتاعنا النهارده. السبانخ بتاعتنا تحفة وشكلها وريحتها جميلة جدًا. اللحمة بعد ما استوت حمّرناها كده في حتّة معلقة من السمنة، والشوربة بتاعتنا كده نزلنا مكان التحمير بتاع اللحمة، بتدّيني شوية شوربة يا جماعة زي العسل بصراحة. يعني بعد ما أحمّر اللحمة كده في معلقة السمنة البلدي بتاعتي، بنطِش عليها الشوربة، أكلة شتوية تدفّي. بُصّوا لو الجو ده تلج هيدفّينا بصراحة يعني. بُصّوا السبانخ بقى والجمال بتاعها. أتمنى يا رب كده الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وقولوا لي بقى أنتم بتعملوا السبانخ بتاعتكم إزاي، وقولوا لي إيه رأيكم في الطريقة بتاعتي.
ويا رب الأكل يعجبكم والطريقة بتاعته تجربوها كده وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. ولو بقى ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها. ما تنسونيش بقى بتعليق حلو من تعليقاتكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله نعمل فيديوهات جاية بأكلات شتوية حلوة جدا هتعجبكم إن شاء الله. مع السلامة.